واكسه. وانت اللي اسمك ناصر القرن وبعدها لك يعني هتفضل كده صبح وليل خبط ورزق؟ ما تعزل يا ابني من هنا وتريحنا. بكره تعرفي قيمه ناصر القرن مطرب القرن يا ماما انيسه. ما تقوليش ماما انيسه. يا فتاحة عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. عدم الله مؤاخذة يا ست أنيسة، لسه عيال صغيرة مش مذاكرة تاريخ كويس. وأموريني يا ست الكل، مين مزعلك هنا وأنا أعمل لك معاه الصح؟ مفيش يا ابن زكريا. متشكرين يا سيدي. تأمريني يا ست الكل. مش ناويين تسترجلوا بقى وتبطلوا شغل فوازير رمضان ده؟ صباح الفل يا معلم. ما كنتش تحلف بس. صحيح النبي وصى على 7 جار. تحيه للمعلم زينهم يالا. كل حاجه بقت مسخه وملهاش طعم، حتى الغنى بقى ده اسمه غنى ده؟ هو قال ايه؟ كانوا بيهاجموا الاستاذ عبد العزيز محمود زمان. انت مالك يا علي؟ مالك يا حبيبي؟ بقالك كده كام يوم مش عاجبني. اصله بابا وحشني قوي يا تيتا انيسه. وحشني انا كمان يا حبيبي. وحشتني دخلته عليا، وحشني صوته، وحشتني نظراته بعيونه الحلوه. لكن البركه فيك انت واخواتك، ربنا يحميك يا علي. نفسي الناس يقولوا لي علي زيك يا تيتا، لكن لسه في ناس كتير قوي بيقولوا لي يا نزار. ما هو اسمك برضو يا حبيبي، وبكره يتعودوا. تعال قرب مني. اللي اهم من الاسم يا علي الجوهر، يعني جواك، يعني اخلاقك وسيرتك الحلوه بين الناس. شفت يا علي لما بابا مشي الناس زعلوا عليه قد ايه؟ عارف ليه يا علي؟ عشان علي البدري انسان محترم، كان عايز يمشي صح في الدنيا، بس الدنيا هي اللي مشيت غلط. فضل يجري يجري عايز يصحح المسار، في الاخر تعب ما قدرش يكمل. بس انت هتكمل يا علي، مش كده؟ كده يا تيتا. امال ايه؟ مالك لسه زعلان ومكشر؟ عشان ماما بقالها كتير جدا ولا بتسأل فيا ولا بتيجي تزورني. والله ما انا عارفه زهره مالها، ايه اللي غيرها وغير احوالها؟ يكونش الكرسي اللي بيقعدوا عليه ده راكبه عفريت. كرسي ايه يا تيتا؟ كرسي السلطه يا روح تقطع. بحكم منصبي كوزير وأمين عام سياسات الحزب، أنا أكتر واحد شايف خطورة الأوضاع. البلد بتمر بفترة خطيرة، لازم كلنا نكون مستعدين لها كويس قوي على كافة المستويات. وأنا كوزير الداخلية بقول إن إحنا مستعدين أمنيا. الدور والباقي بقى على حضراتكم. معالي الوزير، أنا شايف إن لجنة الإعلام بالحزب عليها عبء كبير والدور أهم في المستقبل وفي الفترة الجاية. يعني احنا بنعلم الشعب من أول وجديد يعني إيه ديمقراطية، يعني إيه إن هم ينزلوا ينتخبوا رئيس ليهم. بس دي مش مشكلة يا هاني. أنا شايفة إن الانتخابات الرئاسية مضمونة بشوية حملات إعلانية، وفي ناس كتير بتفهم في المواضيع دي. أنا اللي شاغلني جدا حضراتكم انتخابات مجلس الشعب، ولا إيه يا سيادة النائب؟ قصدي يا معالي الوزير، ما أنا أوقات بتلخبط مبقاش عارفة أقول له معاليك إيه، سيادة النائب ولا معالي الوزير؟ أنا الوزير حلمي خليف يا مدام زهرة. أنا عامل زي اللي رقص على السلم يا دكتور، لا قدرت أبقى صاحب مصنع ولا حتى مخرج سينمائي، واستسلمت لإحباطي ويأسي ورضيت أكون مخرج مباريات. أقطع على أوت بيترمي، كورنر بيترفع،
الكرة دي جول ولا اوفسايد؟ عارف يا دكتور، انا لو غبي ومش عارف انا فشلت ليه كنت استريحت، لكن انا عارف ان انا اللي حفرت الحفرة لنفسي وبردم على نفسي فيها. انا كل اللي بحبهم راحوا خلاص. انا عايش ميت يا دكتور. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحييني تاني إن ناجي ابني يرجع وأتعكز عليه. ابني عايش يا دكتور، ما ماتش. الجماعة المحظورة شعبيتها بتزيد كل يوم في الشارع، وأعتقد إننا لازم هنضطر ننسق معاهم. ننسق مع مين يا مدام زهرة؟ انت مدركة اللي بتقوليه ده؟ على فكرة يا حلمي بيه، أنا معاها في كل اللي بتقوله، مش كده وبس، ده أنا مقتنع جدا ومعجب بذكائها. صدقني يا حلمي بيه، اللي بتقوله مدام زهرة ده أنا كنت لسه بتكلم فيه مع سيادة الرئيس النهارده، والحقيقة هو بدأ يقتنع. الناس دي شعبيتها بتزيد يوم ورا يوم في الشارع، فاحنا لازم نقعد معاهم بدل ما يجونا يقعدوا في مجلس الشعب ويعملوا لنا مظاهرات في الشوارع. احنا لازم نملك زمام الامور في ايدينا وبقوه، لازم نتحكم فيهم، لازم نجيبهم احنا عشان نسيطر عليهم. أنا آسفة جدا والله يا جماعة، جدة ابني عمالة تطلبني وابني معاها، فأنا قلقانة بس يكون في حاجة مضطرة أرد. آسفة. أيوة ماما أنيسة، في حاجة ولا إيه؟ اخص عليك يا زهرة، ايه اللي بتعمليه ده؟ إيه اللي حصل بس يا ماما أنيسة؟ معقول 9 ميسد كول؟ انت جرالك ايه يا زهرة؟ جرالك ايه؟ تقعدي شهر ونص ما تشوفيش ابنك؟ علي هيتجنن عليك يا بنتي. حاضر حاضر، النهارده أو بكرة بالكتير هعدي عليكم، أوكي؟ يلا بقى مع السلامة، عندي اجتماع. ربنا يخليها لك. ست أنيسة دي ست جدعة وأصيلة. هو سيادتك تعرف كمان الست أنيسة ليهم حق يثقوا في معاليك السنين دي كلها. ايه ماله كلاس بي؟ الولاد عاملين يشتكوا من نقص واحد ورا التاني، وفي كذا حاله قيء وسهال. ليه هم اكلوا ايه؟ مفيش غير الناجتس اللي بنعمله هنا. حسابكم انتوا الاتنين معايا بعدين. انا عايزه اعرف دلوقتي حالا بنتي مالها. انتوا اكلتوهم ايه؟ انا ابني بقاله ساعه جوه في الحمام، الاسهال ما بيقفش. انا ظابط وبعت اجيب لكم النجده، انا هقفلها لكم. قمر من ساعة ما اتطلقت من خالد بن علام السماحي، ومن ساعة موت أمها وهي ملهاش حد. وأنا بصراحة حاسس بالذنب، لأن لو من زمان ما كنتش ظهرت لها كان زمانها بتحب ناجي سماحي واتجوزته، ويمكن ناجي ما كانش مات هو كمان. استغفر الله. رد يا عادل. مش عايز. ده انت حتى ما بصيتش تشوف مين بيكلمك. صدقني يا دكتور، ان انا اتكلم معاك دلوقتي احسن ان انا اكلم اي حد في الساعه دي. الو. ايوه يا عادل، يا عادل الحقني يا مدام يلا، قلت لك ملوش لازمه، يبقى يجي ياخدك من الاسم. من فضلك كلمني بادب واحترام، انا مش مجرمه. وبعدين بقى؟ الو يا عادل. عادل يا دكتور، انا رديت قمر لعصمتي، عطف وشفقه مش اكتر. انا جاهزه. اتفضلي يا مدام.
فضلك هان. ايه عايزه ايه؟ الدواء يا ست هانم. انت يا حماره انت مش شايفاني بتفرج على التلفزيون يا حيوانه؟ اشتميني يا هانم براحتك، المهم عندي صحتك وانك تاخدي الدواء. طب ما انا اخدته قبل كده. يا ست الكل ده كان امبارح. تعرفي يا بنت انت يا رحاب بنت اصيله وانا حبيتك، عشان كده انا عايزه اديلك مكافاه. جنيه انبسطي بيه. يلا. والله يا ست هانم مش عارفه لولاكي انت طلعت بيك كنت عملت ايه. انت مين؟ انا هنا سين. تعالي ايه ونيلة ايه؟ خدك ربنا في ساعة استجابة يا شيخ. قومي فزي، قومي فزي، بقول لك قومي. انت بتشتميني ليه؟ بتشتميني ليه؟ انت تخرسي خالص. ايه؟ مش شايفاني بتفرج على التلفزيون يا حيوانه انت؟ مسافر وحدك وفايتني. الحمد لله على نعمة الجمال. وايه اللي اولاني الشرف؟ تيتا أنا خلاص مسافر. ترجع لي غانم سالم ان شاء الله، تشقر على عمك مجدي وترجع طوالي. اوعى تعيد الكره يا حبيبي. ما تخافيش يا تيتا، أنا لا يمكن أعمل زي سيدي سليمان الكبير الله يرحمه. أنا ما أقدرش أعيش بره بلدي أبدا. وخلي بالك من فلوسك، زي ما بيقولوا الشكوى رقوة. حاضر يا تيتا، باي باي. زي ما قلت. أنا ساعتها رديت لولاد البدري الصعصعين. جيب سيرتي كده قدام حد من ولاد البدري، شوفوا هيتهز ازاي. عيب يا ولاد، ده أنا زاهر سليمان غانم. في النباهة ما حدش يغلبك يابا. صراحة يابا أنا مش مصدق أي حاجة من اللي أنت بتقولها دي. اخرس أنت خالص، مش عرفك أنت يا بقف. يا سليمان خلاص مسافر؟ للأسف يابا، بسمة البيت هتسافر. بسمة البيت؟ طب ليه؟ تاخد تاكسي من المحطة وعلى عمك مجدي عدل تبلغوا الرسالة، وعلى الفجر تكون مدي التمام عندي هنا. مش هعوق يابا، داني حتى مش واخد معايا شنطة. أما أنتي أخ منك أنتي، حسابك معايا بعدين بس لما أرجع. أنا ما غلطتش في حاجة يا سليمان، كفاية التخلف بقى. ما تتلمي يا بنت واتكلمي مع أخوك عدل بدل ما تتمرمطي هنا قدام أبوكي. اسكت أنت خالص. أختك عملت إيه يا سليمان؟ الهانم امبارح ضحكت على تيتا وصيفة وقالت لها قال إيه؟ إنها رايحة مكتب التنسيق. أمال راحت فين؟ رحت فين يا بنت؟ هم قولي يا أوان. أنا رحت. الهانم راحت قصر ثقافة البحيرة يابا. ثقافة؟ ثقافة إيه دي؟ أنت مالك ومال الثقافة يا صفاء؟ يابا هو أنتوا علمتوني عشان تربوني مع المواشي ولا عشان أتنور؟ أنا بروح أقرأ كتب وبحضر ندوات ثقافية، وبعدين أنا متأكدة إن ربنا ما خلقنيش عشان أضيع عمري هنا في ميت الغانم. لا طبعا مستحيل. أمال خلقك للثقافة والمسخرة يا بت؟ يابا أنا تعبت من هنا. أنا عايزة أروح أعيش في مصر مع عمي مجدي. عايزة أكمل تعليمي هناك. أبوس إيدك يابا. مجدي مين ده اللي نستأمنه عليكي؟ هو قادر يشيل نفسه؟ صحيح، اكفي القدرة على فمها تطلع البت لأمها.
الله يرحمك ويحسن اليك يا فاطمه. كانت بتفهم يابا. قصدك ايه يا بنت الرفضي؟ يلا يا بنت، يلا يا بنت على اوضتك، اتكني فيها وما تطلعيش غير اما اقول لك. يلا يا بنت اوان، يلا غوري، جاتي وجع في بطنك. والله الود ودي انزل معاك. وحشتني مصر والحلميه وليالي الحلميه. بس لو النقح اللي في ركبي ده يخف شويه وانزل لي نازله من بتوع زمان. لا لا، سلامتك يابا سلامتك، خلي النقح يرتاح واني هسد في الحلميه. يلا سلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعدي على اخواتك نشوى ومحمود تسلم عليهم قبل ما تسافر. يابا ما انا سلمت على تمام وصفاء. زي ما بقول لك كده، تفوت على دار عزيزه تسلم على اخواتك قبل ما تمشي. حاضر يابا، السلام عليكم. عليكم السلام. وتفوا على وشي لو شفتوا خلقتي تاني. مصر دي يا تمام يا ابني ياما شافت مني رقات. اي والله. اتذكر في نهايه الستينات اشوف وشكم بعد 10 سنين. استنى عندك يا ولا يا سليمان. اللي جابوا البومه دي. انت رايح مصر تهبب ايه؟ عيان يا ابن خال ابويا ورايح اتعالج. ايه؟ عيان؟ طالع لي 5 خراريج رايحه في الشوم في مصر. دول 5 خراريج. 5 خراريج؟ يا بختك. مساء الخير يا باشا. اهلا. ازي حضرتك؟ اتفضل. خير يا قمر، في ايه؟ انا اتبهدلت يا عادل، بجد اتبهدلت. اهدي يا مدام قمر، الموضوع بسيط جدا. علاء باشا في العلاقات العامة بالوزارة كلمني وخلص. انا مش فاهم حاجة. في حالة تسمم حصلت لفصل من الفصول اللي عندي. واضح ان الوجبة اللي اتقدمت لهم كانت فاسدة. ازاي ده يحصل؟ أنا شامم حاجة كده مش تمام في الموضوع. يعني ايه يا فندم؟ الموضوع أكيد فيه إن الغرض منه إن مدام قمر تخلي الفيلا لأصحابها. وحضرتك جبت الكلام ده منين؟ الظابط اللي خد حضرتك من حضانته. أنا هحوله للتحقيق. انا لازم اكلم اللواء علاء علشان اشكره. تشكرني على ايه يا عادل بيه؟ ده انت صاحب افضال. انت نسيت ولا ايه؟ وانا ههتم بنفسي بالموضوع، والظابط ده هوقفه عن العمل. قمر هانم دي جارتنا وبنت حتتنا وعلى راسنا كلنا من فوق. صحيح، قبل ما انسى، انا شفت الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي اللي انت اخرجته. شغلك رائع، بس ليا ملاحظة صغيرة. ما تركزش قوي على الخناقات اللي في المدرجات عشان الاحتقان، وبقفلوا الصوت على الهتافات المعدية. البلد مش ناقصة يا عادل بيه. بعيدا عن المجاملات يا فندم، انا بخرج مجرد ماتش يعني. ايوه يا فندم. لا، انا بشوف الماتش على حسب الطريقه اللي انا شايفه بيها مش اكتر. على العموم يا علاء بيه، انا اشكرك جدا على مساعدتك لينا. مع السلامه. عاوزين نخرج الماتش على مزاجهم. يا قمر مالك؟ مفيش حاجة يا عادل. معلش، النهارده كان يوم صعب. لو سمحت. يا قمر، زعلانة مني في حاجة؟ قلت لك يا عادل سيبني في حالي لو سمحت. قلت لك مفيش حاجة. يا قمر، أنا عارف إن مخك صغير وتكوني زعلتي مني علشان ما ردتش عليكي، بس أنا كنت بصور وحاطط التليفون على سايلنت.
ناجي ابني اهو. ناجي مين يا عادل؟ سماحي. ناجي السماحي؟ لا لا، وانا ناقصه يا عادل؟ ابني انا بشوفهم ليه الاتنين زي بعض. انت رايح فين؟ اهدى يا عادل، اهدى يا عادل، اهدى. لازم تشوفيه، لازم اهو. يا عادل اهدى كده هتموتنا. عادل اقف، اقف يا عادل، يا عادل اقف. وزع يا سيدي زيت وسكر ورز على كل الناس. وزع، خلي الناس تنبسط. دول حبايبنا، دول اهالينا واخواتنا. وزع يا سيدي، ادي. ايوه يا سيدي، ايوه. يا ماما ادعي لنا يا ماما. ربنا يديكوا على قد نيتكم. بلاش الدعوه دي يا ماما. وزع يا سيدي زيت وسكر ورز لكل الناس. دول حبايبنا، اديهم لحمه خليهم ينبسطوا وياكلوا. دول حبايبنا واهلنا واخواتنا. لا ده ما تديلوش لحمه، اديله ازازه زيت. ايه الظلم ده؟ ظلم؟ طب ما فيش حاجه خالص. يلا مع السلامه. يلا وزع يا سيدي، خلي الناس تاخد وتنبسط. يلا يا سيدي، يلا يا سيدي. ولا انت خدت قبل كده؟ والله العظيم ما خدت. لا انا شايفك بعينيا دول. انت خدت قبل كده. ايه يا حاج خميس؟ والله ما خدت. هو احنا دابحين العجل عشان نوزعه ولا عشان نتفرج عليه؟ يا شيخ بسيوني، الناس بقوا مطمعين قوي. ده الولد ده 3 مرات يغير الفالنة ويجي عشان ياخد لحمة. الله يا سيدي ما تسيبه، الله سيبه، خير ربنا كتير. ما ياخدوا مرة واتنين وتلاتة. امال احنا مسميينها التكية ليه؟ مش عشان تبقى مفتوحة للكل. انتخابات يا ضغوف. ربنا يخليك لينا يا حاج بسة، دايما عامر. وانا والله بحبكم في الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وعليكم. يا زمن فيك الأصيل يتفتن. اخي عالجبان والجعان والندن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو يقصد ايه؟ يا خمس سيبه في حاله، كفاية عليه اللوسة اللي حصلت له بعد حادثة القطر اللي راح فيها عياله. بقول لك ايه، تاكل لحمة يا طقطق، قصدي يا متولي. لا إله إلا الله. انت جيت يا طلعت؟ ايوه ايوه حبيبتي، انا جيت. نام انت بس، ما تشغليش مخك باي حاجه. ما تنساش بكره تاخد زهره معاك توديها لابوها، عشان انا مش عايزه اشوفها هنا تاني. زهرة ايه بس يا نازل؟ حاضر. زهرة في بيتها مع جوزها. انت جيت يا بيه؟ ابلعي لساني كده هيقف في زهرك ياخد اجلك يا قادر يا غريب. مش قدامي قدامي. مش هتودينا في داهيه. انت ما بتفهمش. تسمعك، هتسمعك. لا يا اخويا، طالما قالت لك ودي زهرة عند ابوها تبقى فصلت. ما تاخدنيش في دوك. تستحليت قعدة نادي الصيد ولا ايه؟ مراتك ملهاش حق عليك. حبيبتي مش فاهمه حاجه خالص. انا نازك لو سمعت ان احنا قاعد هتقول لبنتها، تقول لابنها. ساعتها هننطرد انا وانت بره، هنشحت. ألومه ولا إيه؟ ولا أقول له إيه؟ إزاي أواجهه باللي سمعته؟ وهو مخبي عليا إنه أساساً يروح لدكتور نفساني. حتى لو جرحني أنا مش ممكن أبداً أجرحه.
عادل في محنة، وبنت زينهم السماحي عمرها ما تتخلى عن جوزها وهو في محنة. هفضل جنبه لحد ما يخف، بس بعدها لازم يطلقني، لازم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ألف خطوة عزيزة يا دكتور. ازيك يا سيد المقدم؟ الحمد لله كله تمام، اتفضل. احنا حطمنا يا دكتور محمد كل تابوهات السياسة المصرية. الحزب حاسس طبعا بتواجدكم في الشارع وعايز يرسخ لمبادئ جديدة. احنا كمان سعادتك عندنا استعداد ان احنا نفتح آلاف الصفحات البيضاء، واكبر دليل على كده شعار الجماعة اللي احنا رفعناه في الفترة الأخيرة: مشاركة لا مغالبة. عظيم، عظيم جدا. احنا هنسيب لكم عدد مش بطال من الدوائر في الانتخابات المرة دي، وهنحدد لك كمان ميعاد مع الوزير حلمي خليف عشان يقدم لك اسماء المرشحين. مرشحين كنتوا؟ لا، مرشحين كنتوا طبعا يا دكتور. انتوا لازم تعرفوا ان انتوا جيتوا للدور الثاني ده بعد الخيبة الكبيرة اللي عملتوها في الثانوية العامة، وكمان ما كانش لسه سنتر الحلمية التعليمي افتتح. احنا عموما تعاقدنا مع كبار الأساتذة وناس كلهم محترمين جدا. عندنا الأستاذ وديع مرقص في الفيزياء، عندنا الأستاذ رفعت شاش في اللغة العربية، عندنا كمان الأخت فاطمة عمارة في الكيمياء. وبعدين أنا معاكم، أنا مستر جعفر خير الله، أنا هدرس لكم الأحياء. ومش كده وبس، أنا كمان شريك في السنتر ده. ايه ده؟ في حاجات جديدة بتحصل من ورايا هنا ولا ايه؟ فتحية يا سيدي. فتحية؟ الخدامة؟ أم مجدي سليمان غانم؟ أو 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 فتحية ربنا فتح عليها وشاركت مدرس أحياء وبقت من رواد التعليم في الحلمية. التعليم مرة واحدة؟ الله، فاتت علينا ازاي دي يا خمس؟ الله، مش أنا كنت أولى بيها؟ ده أنا المعلم. ماشي ماشي يا توحة، جايلك يا فتحية. الست دي كان ممكن تستثمر فلوسها في حاجات تانية، ممكن تستثمرها في مول أو في محل كوافير، لكن قالت لي لا يا جعفر، احنا ثروتنا الحقيقية في اللي ولاد دول. لحظة واحدة أهي. أهلا أهلا ست الكل، حضرتك وصلتي؟ دقيقة واحدة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالأستاذة الفاضلة. اتفضلي. قيام العواف عليكم. بلغ صفوت سلطان وقول له زهرة غانم بتقول لك مصلحة وأمن البلد أهم من سبق صحفي رخيص. في حرية صحافة، بس ده مش معناه إنه يبعت لي ولد مصور وينشر عنده إن طارق زهدي و2 قياديين في الحزب الحاكم زينا قاعدين مع واحد من قيادات الإخوان. ده كوكتيل ما يتشافش، إحنا كده بنهرج. ولا يهمك، وغلاوتك هبلغه، مش هقرصه من ودن واحد ابدا، هقرصه من ودان. تقرصوا بقى تعضوا، دي مش قضيتي.
احنا ممكن نخلي الراجل الكبير يقفل الحنفيه من فوق على الكل. لازم صفوت وغيره يدركوا كويس ان احنا نقدر نعمل كده. انا كده كده هنشر الموضوع، بس ازاي تسيب لهم الكاميرا؟ صفوت بيحط نفس حضرتك مكاني، دول ترال. انا كويس اصلا اني روحت بيتنا سليم. بلاش كلام خايب. صورة زي دي للقاء بين قيادات في الحزب الحاكم وقيادي بتنظيم سري ضربة في مقتل للنظام، كان لازم تستموت على الكاميرا. زهرة غانم مش هتجيبها البر، اقسم بالله لطلعها بفضيحة من الحزب. الله يسلمك يا صالح. لسه واصلين دلوقتي. جاب لي عادل مش عارفه اوصل له. احنا جينا كام يوم شرم الشيخ وانا كمان عامله لكم مفاجاه. بصراحه هي مفاجاه حلوه قوي، بس كنت تقولي يا بنتي عشان نبعت لك حد يستقبلك في المطار. وي جو سي سي با غراف. انا عارفه اني جيت فجاه وانتوا كلكم مش عاملين حسابكم واكيد مشغولين. سي با غراف، انا هقعد هنا في اوتيل غزاله جاردنز وبعد كده ابقى انزل على كايرو. اوكي سي يو باي. بونسوار. السلام عليكم. وعليكم السلام، الحمد لله على السلامة. هو حضرتك مصرية؟ أمال أنا مصرية، اسمي ليلي سليم البدري.